طالع ترند قوي، قلت اجيبه اجربه، بس هو صغير يعني حجم الكيس صغير جدا، بس قلت يلا اجربه اشوفه كده هيبقى حلو ولا لا. وكمان ما جبتوش لوحده، جبت كمان معاه الكرواسون الساده ده الستة اللي بالجبنه، وده الساده ال12، بس الاتنين يعني حاسه ان حجمهم صغير جدا، على يعني في الطبيعه شكلهم صغير جدا، بس ان شاء الله يعني يظبطوا معايا. يلا بينا نعمله. ورا مكتوب اهو لو انت هتعمليه في الفرن درجه حراره كام، على 185 درجه، ونشغل المروحه ونسيبه يسخن. ولو في القلايه برضو هنشغلها ونسخنها شويه على درجه حراره 185 لمده من 10 ل 15 دقيقه لحد ما ياخد اللون الذهبي. انا بسخن القلايه دلوقتي، وهو طالع من الفريزر على طول، يعني انا مش هفكه، هسيبه كده لحد ما القلايه عندي بس تسخن دقيقه دقيقتين كده، واروح حاطاه فيه على طول. فتحت الكيس كده عشان اوريهولكوا، بصوا من جوه عامل ازاي، صغير جدا جدا جدا. بصوا بس يا رب بس يبقى طعمه جميل. صغير، هو ماني كرواسون، بس اكيد لما يتسوى يعني هيبقى اكبر من كده. وده حجم الباف باستري، هي بالجبنه. بصوا صغنونه برضو، يعني حجمها صغنن زي برضو الشكل، متماسكه، وان شاء الله تطلع معانا جميل. نسيتهم بقى بالشكل ده في القلايه. انا هعمل 4 من الكرواسون و2 من الباف باستري. بصوا الشكل كده، وهدخلهم بقى لحد ما يستووا. عشان نحافظ عليهم بقفلهم تاني بالكليبس كده، وادخلهم تاني الفريزر. بصوا بعد 4 دقايق كده ابتدوا يعني يدخلوا في السوا، ريحة الزبدة ابتدت تظهر كده، ونخليها بقى تكمل سوا. بصوا بعد ما مر 9 دقايق ابتدى خلاص الكرواسون يستوي، لكن الباف باستري لسه. دول كده اول 2 استووا عندي. بصوا شايفين حجمها كبر كده. الكرواسون ما خدش غير 10 دقايق بس، كده كله بقى جاهز، ولونه بالنسبه لي حلو قوي من قدام من فوق ومن تحت، يعني مظبوط. بصوا شايفين كله واخد تحميصه حلوه، وكمان قرمشه من بره. نعمل احلى نسكافيه لازم اللبن يكون مغلي لدرجه حراره عاليه جدا، لازم يغلي معانا كويس عشان يعمل معانا الفوم اللي انتوا شايفينه ده، عشان لما نعمل النسكافيه يبقى ليه وش بسيط. وعندي قهوه سريعه الذوبان او بديل نسكافيه يعني اهو، عشان النسكافيه طبعا مقاطعه. اي نوع بقى جديد، كل الانواع اللي في السوق الصراحه كويسه، بس شوفوا اللي انتوا تحبوا الطعم بتاعه والتست بتاعه، كلهم حلوين، بس لاقوا بديل يريحكم، وهتلاقوا بدايل كتير جدا لكل المنتجات اللي احنا متعودين عليها. انا كده عملت كوبايه النسكافيه او القهوه بتاعتي كده بقت جاهزه. الفوم بتاعها ما ضربتوش، ما عملتش اي حاجه، هو انا غليت اللبن كويس وحطيته. باف بيستري اخدت الوقت كله، اللي هي ربع ساعه تقريبا او 14 دقيقه بالظبط، وكانت جاهزه عندي بالشكل ده. ده بالنسبه لي بقى فطار الروقان، يعني روقان كده، كوبايه القهوه مع الكرواسون مع الباف بيستري بالجبنه. وكمان بقى لما ندوقه هقول لكم رايي في الفطار البسيط ده. ما تعبناش في حاجه، وما عملناش عجينه ولا اي حاجه، مجرد بس ان احنا خبزنا الكرواسون طلع معانا فريش، وعملنا معاه كوبايه القهوه اللي بتعدل المزاج. اول حاجه الكرواسون عندي، سامعين صوت القرمشه؟ تعالوا بقى ندوقه. بسم الله. طعمه جميل قوي، مش زي الكرواسون اللي متعودين عليه اطلاقا اطلاقا. طعمه جميل قوي، وهش من بره وطري ومورق من جوه، والزبده اللي هما مستخدمينها باينه جدا. بس على ما اعتقد ان هو مش زي الكرواسون اللي هو المولتو اللي احنا بنجيبه ده خالص، لا ده كرواسون مخدوم جدا وطعمه لذيذ قوي. تعالوا بقى نشوف حلاوه الباف بيستري بتاعي. بصوا واخدين اللون
كويس قوي. وما رشيتش عليه ولا زيت ولا زبده ولا بيض ولا اي حاجه، لان في ناس بتحط بيض عليه، لا خالص، بياخد اللون. لو عايزينه اغمق من كده ممكن فعلا تحطوا بيض، بيخليه لونه ذهبي مايل للبني. بصوا تعالوا بقى بسم الله نفتح كده نشوفها. بصوا اهي، طبعا بتقرمش جدا. الباف بيستري معروف ان هي عجينه طبقات مورقه، هي مش زي الكرواسون، هي عجينه تانية خالص، بتتورق كويس وبيبقى ما بين الطبقات دي زبده. ونشوف بقى طعم الجبنه. بسم الله. جبنه بيضه طعمها لذيذ، بس خلوا بالكم ان هي بتحتفظ بالسخونيه جدا جدا جدا، فيعني سيبوها ترتاح شويه عشان ما تلسعكوش. طعمها لذيذ قوي، عجبوني جدا جدا جدا. طعم الكرواسون حلو جدا، فريش كده ومورق، والزبده طعمها باين جدا فيه. الباف بيستري طعمها حلو قوي، مخدومه، الجبنه فيها حبه حلوين يعني مش قليله خالص، لا مليانه جبنه. وفي كمان جبنه بالزيتون، وفي بالبسطرمه، وفي كمان بالجبنه الرومي، بس اللي انا لقيتها بالجبنه البيضاء فجبتها قلت اجربها معاكم. طعمها جميل جدا جدا، طبعا يستاهل يعني 9.5 من 10، علشان بس سعره ممكن يبقى غالي في بعض الاحيان للناس، لكن هو كطعم مجهود ما خدناش وقت خالص، عملناه ما تعبناش في حاجه. لو حد نفسه في حاجه مخبوزه تبقى فريش يجيبه، هيجربه هيعجبه جدا. كمان لو حد مش بيحب يعمل كرواسون في البيت او متعب بالنسبه له، هيجيبه جاهز، هيبقى طعمه حلو قوي، احسن كمان من المخابز، بيبقى طعمه والكواليتي بتاعه حلو قوي. عجبني الفطار الرائع البسيط، وما خدش معايا غير ربع ساعه بس بتحضيره بكل حاجه، فيعني لا بيرفكت جدا، وبألف هنا وشفا.